مادة الأسبست قنبلة موقوتة تجري العد التنازلي في السقوف وداخل المباني. هناك ألياف معدنية مستعملة في كل مكان للوقاية من الحرائق أصبحت إرثا مميتا وتكلف المليارات للتخلص منها. يموت مئات الآلاف من الناس ميتة شنيعة سنويا بسبب الأسبست، ولا يمكن لأحد علاجهم. رغم ذلك هذه المادة الخام المميتة لا تزال تستخرج. أصبحت صحة المستهلكين العاديين في خطر. كشفت الاختبارات عن وجود الأسبست في الأوعية الحافظة للحرارة. تحرص أسبستوس كونكشن الكندية على استمرار إنتاج هذه المادة المميتة. يتم فحص مئات الأوعية الحافظة للحرارة هنا في مختبر الولاية، والعثور على الأسبست داخلها ليس أمرا سهلا. يتم حفظه داخل الحاجز الخاص بالزجاج العازل. يمكنكم رؤيتها من الخارج. هذه البقع السوداء تحتوي على الألياف المميتة. إن سقطت الحاوية وانكسر الزجاج الذي تحتويه فسينتشر الأسبست في الهواء. لا خطر على كنوت بيرنل لأنه يعمل داخل حجرة تحتوي على وحدة استخلاص خاصة، لهذا لا يحتاج إلى ارتداء قناع، لكن سيشكل هذا تهديدا لأي مستهلك يتنشق الغبار السام، ما قد يبدو شيئا غير مضر يمكن أن يسبب السرطان. يؤكد المجهر الشكوك. الحواجز تحتوي على الملايين من ألياف الأسبست التي يمكن أن تلوث رئتي المستهلكين الجاهلين لوجودها. الألياف في الأوعية الحافظة للحرارة هي كريستايل أو أسبست أبيض، ونعلم أن مصدره كندا وهو ممنوع في أنحاء أوروبا. لدى أوروبا نظام تحذير اسمه رابكس، وهو يدرج البضائع الاستهلاكية الخطرة على الإنترنت. تضم فئة الأسبست العديد من الأوعية الحافظة للحرارة والتي تم الإبلاغ عنها من أنحاء أوروبا، تحديدا ماركة سانفلاور. غالبية أوعية سانفلاور الحافظة للحرارة تأتي من الصين. يكتظ معرض يو التجاري قرب شنغهاي بالمشترين من أنحاء العالم على مدار السنة. يسهل التعرف على الحواجز الموجودة داخل الأوعية، والتي قد يكون الأسبست المميت قابعا داخلها. تنكرنا بهيئة مشترين وعثرنا بسرعة على أوعية سانفلاور الحافظة للحرارة، رغم أنها مسجلة في أوروبا بأنها تحتوي على الأسبست، ويفترض أنه تم سحبها من السوق. تنشر شركة أسبستوس كونكشن في الصين أيضا إشاعة أن الأسبست الأبيض غير مضر. هنا يتم تصنيعها. الحواجز الرمادية المصنوعة من الكريستايل لا يزال الأسبست مسموح به في الصين، لذا لا توجد إجراءات سلامة صناعية أو معلومات حول هذه الألياف المميتة. لا يملك هؤلاء العمال أي فكرة عن الخطر الذي يتعرضون له. ينتهي المطاف بالأسبست الجديد في متاجر في أنحاء العالم وبشكل تدريجي. وجدنا الأوعية على الرفوف مرة أخرى وتحت اسم ماركة مترو، وهذه الأوعية تحتوي على الأسبست وقد صنعت من أجل سلسلة متاجر عالمية. هل تصل هذه الأوعية أيضا إلى المتاجر الأوروبية؟ رغم ذلك الأوعية الحافظة للحرارة التي تصنع في الصين منتشرة في كل مكان. أعلمتنا سلسلة متاجر توم برسالة خطية بأنها لم يسبق أن باعت الأوعية الحافظة للحرارة والتي تحتوي على الأسبست. قالت سلسلة متاجر ريبي إن الشروط المفروضة على منتجاتنا تمنع استخدام الأسبست بأي شكل من الأشكال. يطلب من الممولين تقديم أدلة على ذلك.
أخبرتنا سلسلة متاجر ريال بأن أوعيتهم الحافظة للحرارة لا تحتوي على الأسبست، ولم تبع أي من متاجر هذه السلسلة البضائع المذكورة. الممولون العالميون كآيكيا نشروا تنفيذا عاما: لا يسمح بأن تحتوي أي من منتجات آيكيا على الأسبست. رغم ذلك نستمر في العثور على الأوعية التي تضم الحواجز، أي الفواصل المصنوعة من الأسبست. كيف يحدث ذلك؟ تقوم توف مؤسسة الاختبارات الدولية بفحص المنتجات في أنحاء العالم، وذلك نيابة عن سلاسل المحلات التجارية الكبيرة. خبير الأسبست في توف الدكتور والتر دورماغن مستمر في الاكتشاف. لا يسمح له بإخبارنا باسم البائع، حيث تتم حماية تفاصيل الزبون. نحن متعاقدون معهم ونقوم طبعا بنقل نتائج الاختبارات للزبون، كما أننا نذكر في تقارير الاختبار بأنه تم منع بيع المنتج في السوق، لكن البائع والتاجر هما اللذان يتحملان المسؤولية القانونية طبعا، حيث إنهما المسؤولان عن المنتج. لدينا هنا منتجات خطرة لأنها تحتوي على الأسبست المسبب للسرطانات، تبدو من الوهلة الأولى محكمة الإغلاق، لذا لا يمكن أن تنتشر الألياف، لكن إن انكسر المنتج فبالتأكيد ستنتشر، وهذا فقط منتج واحد اكتشفنا وجود الأسبست فيه. لم نقم بفحص البقية بعد، لذا لا ندري عدد المنتجات الموجودة في السوق والتي قد تكون أخطر من أوعية حفظ الحرارة. الأخطر تحديدا هي المنتجات التي تحتوي على الأسبست والمستعملة في القطاع الصحي، كحلقات الختم التي تصنع من ألياف الأسبست غير المشدودة. هذه الحلقات تصنع في الصين، وقد كشف عن وجودها مكتب الإشراف التجاري في بافاريا، وهو مكتب حماية المستهلك الوحيد في ألمانيا الذي يبحث عن الأسبست في البضائع المستعملة بشكل يومي. طبعا لا تريد الشركة أن تبيع هذه الحلقات بهذا الختم كي لا يقترن اسمها بالأسبست. على ما يبدو لم تقم بفحص الحلقات، كانت النتيجة واضحة. ترين بوضوح الانقسام الدقيق في المقطع العرضي للألياف. هذه البنية وتقوس الألياف وتحليل الطيف يبين بشكل قطعي أن هذا هو كريستول أو أسبست أبيض. لم تكن H.M. Müllner مستعدة لمناقشة ما اكتشفناه. لا يمكنك شم أو تذوق الأسبست، وغالبا ما تعجز عن رؤيته. إزالة أو التخلص من الأسبست القديم من المباني يكلف الملايين، لكن لا يزال الأسبست يشق طريقه إلى منازلنا، مختبئا داخل الأوعيات الحافظة للحرارة والحلقات، وهو خطر أيضا. لا تتم معاقبة أحد على بيع منتجات الأسبست، ولا تملك أي سلطة إشرافية في العالم وسائل لحمايتنا من الكريستول. تضمن قوانين الإعفاء استمرار تجارة الأسبست، وتضمن أسبستوس كونكشن تعرض الناس الأبرياء لهذه الألياف المميتة مرارا وتكرارا. نهاية بلين كينارت المؤلمة وشجاعته في محاربة مافيا الأسبست حتى وهو على سرير الموت لم تنل التقدير. تحرص شركة كونكشن الدولية على استمرار موت الناس بسبب الأسبست بعد 30 سنة من الآن.